ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة مع بعض القطايف. هنعملها مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بكوباية من الدقيق وكوباية من المية هنعمل احلى واجمل قطايف. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا هنبتدي هنعمل في البداية السيرب بتاعنا او الشربات حسب ما انتوا بتسموه. ضفت كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، وبعدين هنضيف عليهم نص ليمونة. هنعصر كده حوالي نص ليمونة، وبعدين بقى هنشغل عليهم النار وهقلبهم تقليبة بسيطة جدا جدا بالمعلقة كده. ما تخافوش، السكر مش هيسكر معاكم ولا يبوظ منكم، هي تقليبة خفيفة بس. بمجرد ما السكر بتاعنا يدوب خلاص هنسيبه، نشيل المعلقة ونسيبه بقى يغلي معانا 10 دقايق. يلا بقى نبتدي نعمل العجينة بتاعتنا. حطيت هنا كوباية من الدقيق، وهضيف عليها معلقة من الخميرة، وهنضيف كمان معلقة من السكر. يبقى كوباية دقيق، معلقة خميرة، معلقة سكر، رشة بسيطة جدا من الملح، وبعدين هنضيف كوباية من المية. بس قبل المية هنضيف معلقة من الخل. الخل بيخلي العجين بتاعنا ناجحة جدا وهشة، وبتبقى مقرمشة كمان. هنضيف بقى كوباية من المية بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها الدقيق. يبقى كوباية دقيق، كوباية مية، معلقة خميرة، معلقة سكر، ورشة ملح، ومعلقة من الخل. هقلب كويس جدا جدا. هفضل اقلب فيها كده حوالي دقيقتين. اول ما تبتدي معايا تبقى عجينة ناجحة وجميلة كده وطرية، لازم تبقى ناعمة جدا جدا. وممكن نصفيها عشان نضمن ان هي ما يبقاش فيها اي تكتلات، وتبقى العجينة بتاعتنا ناعمة والقطايف تبقى ناجحة. هضربها كويس كده حوالي دقيقتين، وبعدين هصفيها بمصفى واركنها تخمر معانا مش اكتر من تلت ساعة. وممكن لو الجو حر نعملها 10 دقايق او ربع ساعة. هي مش بتحتاج انها تخمر، احنا بنريحها بس. هنريحها بقى التلت ساعة دي، وبعد كده نبتدي بقى نشتغل فيها، وبعدين نكملها مع بعض. يلا بقى بينا نشوف الشربات بتاعنا. بصوا بعد ما غلى وقت، اخد وقت قد ايه؟ خد وقت 10 دقايق بالظبط. وبعد كده هنطفي عليه النار ونضيف عليه نقطة من الفانيليا. بعدين هنركنه بقى يبرد ونكمل بقية العجينة بتاعتنا. بصوا العجينة بعد تلت ساعة من التخمير، بصوا النتيجة بتاعتها حلوة جدا والعجينة ناعمة وجميلة. هنيجي بقى نحطها في شفشق او نحطها في اي حاجة كده، بحيث ان احنا لما نيجي نعملها نشكلها مع بعض، او نفضيها في الطاسة ما تبقاش طالعة معانا حتة مثلا خفيفة وحتة رفيعة. لازم نفضيها بطريقة صح علشان ما تتعبناش. انا فضيتها في الشفشق ده او في الكوباية دي، بحيث ان يبقى ليها بوزة كده ونعرف نفضيها منها. بصوا انا بوري حضراتكم العجينة ازاي ناعمة وجميلة جدا. وبرضو عشان تاخدي نتيجة حلوة للقطايف لازم تبقى الطاسة بتاعتك ما بتلزقش، ولازم تبقى سخنة. يعني الطاسة لازم تبقى سخنة وما تكونش بيلزق فيها العجين. هنفضي كده بالراحة خالص ونسيبها بقى. هتشوفوا النتيجة مع قدام حضراتكم دلوقتي. هتعرفي ازاي ان النتيجة القطايف بتاعتك ناجحة وان انتي ماشية صح. اول ما تبتدي بقى تحطي العجينة هي تبتدي تفتح كده. اول ما تبتدي تفتح كده تعمل فتحات صغيرة زي اللي حضراتكم شايفينها دي، تعرفي ان العجين بتاعك نتيجته كويسة، وانها تطلع معاكي احلى واجمل قطايف. احلى بكتير بكتير من اللي بنشتريها من بره. جميلة وجميلة جدا جدا، وهتطلع معاكي مقرمشة وهتطلع رهيبة. او بس لازم نسيبها بقى لحد ما اللون الابيض ده يختفي خالص، وهي تبتدي تطلع بخار كده من حواليها. هتعرفي ان القطايف بتاعتنا كده جهزت. ونبتدي بقى نشيلها من الطاسة، وما نخليش بقى ما نخليهاش تنشف معانا، ما تحمرش معانا قوي، علشان واحنا بنحمرها ما تتحرقش مننا.
هي كده خلاص، بمجرد ما اللون الابيض ده مشي تبقى هي كده خلاص استوت. وهنبتدي بقى نشيلها مع بعض دلوقتي. هشيلها قدام حضراتكم. بصوا بتطلع بكل سهولة جدا جدا. وبصوا جميلة ازاي، الفتحات بتاعتها جميلة، مش واسعة قوي، معنى ان العجينة بتاعتنا مش خمرانة قوي وناجحة جدا. وده الظهر بتاعها، ولو عايزين نعملها اقل من كده في اللون ده برضو ممكن نعملها. هعمل واحدة تاني مع حضراتكم برضو علشان بس نشوف بقى ان النتيجة بتاعتنا ناجحة وكويسة. وبعدين بقى انا هكمل الكمية الباقية كلها وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا برضو بنفس الطريقة هنستنى لحد ما اللون الابيض ده يمشي خالص كده، هتبقى الايه القطايف بتاعتنا بقت جاهزة وجميلة ونخرجها من الطاسة. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة علشان الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم. بصوا انا عملت الكمية كلها. بصوا حلوة جدا جدا، ولازم نطلعها على فوطة علشان ما تنشفش مننا. عندي هنا كمية من المكسرات ومعاه كمية من الكنافة المحمرة. هقلبهم كويس مع بعض. وطبعا الحشو يعني حسب ما حضراتكم عايزين، اي حشو حضراتكم بتحبوه بتحشوا القطايف بتاعتكم. هضيف عليهم معلقة من العسل وهقلبها كويس. وبعد كده بقى ايه هنبتدي نحشيها مع بعض. احلى واسهل واجمل قطايف ممكن تعمليها في نص ساعة بس. في نص ساعة هتعملي العجينة وهتحمريها وهتعمليها وتخلص معاكي. هتبقي عملتي حاجة حلوة من بيتك بدل ما تشتريها من بره. وفي نص ساعة بس هتعملي اجمل واحلى قطايف. هقفل القطايف كويس كلها وهدوس عليها بالشوكة عشان اضمن بس ان هي اتقفلت معايا كويس. وبعدين عندي بقى زيت سخن زي ما حضراتكم شايفين اهو. بس الزيت مش لازم يبقى سخن قوي، يعني مش لازم تسيبي الزيت لحد ما يطلع دخان كده. اول ما هتنزلي بالقطايف هتحمر معاكي وهتبقى طرية من جوه، مش هتبقى مقرمشة خالص. لازم الزيت يبقى بالظبط يعني ايه اقل من درجة الغليان، يبقى سخن بس مش سخن قوي. وننزل فيه القطايف ونفضل نقلب فيها كده، نقلبها يمين وشمال كده بحيث ان هي ايه تطلع مقرمشة معانا وتطلع جميلة. ده سر من اسرار القطايف انها تطلع مقرمشة، ان انت تقلبي فيها ما تسيبهاش وتقلبيها مرة واحدة. تقلبي فيها لحد ما تاخد اللون اللي انت عايزاه وتطلع بالجمال والحلاوة والطعامة اللي حضراتكم شايفينها دي. هعمل الكمية كلها وبعدين ارجع لحضراتكم. بصوا بعد ما خلصت كمية القطايف كلها حطيتها في السيرب بتاعنا او في الشربات. واول ما لازم ننزلها على طول سخنة في السيرب بتاعنا علشان تشرب منه وتبقى مقرمشة وجميلة. هحطها كده وبعدين هصفيها كويس من الزيادة. هصفيها كويس كده من الشربات الزيادة او السيرب. وبعدين كده هنروح مقدمينها بقى مع بعض بطريقة حلوة وجميلة. ولو عندك اي مكسرات ضيفيها عليها على الوش وهتطلع معاكي جميلة جدا جدا. ولما تجربي الطريقة بتاعة القطايف دي هتعجبكم جدا. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد معانا وقت خالص خالص، ومقاديرها ناجحة جدا جدا. من اول مرة تعمليها فيها هتطلع معاكي جميلة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بصوا مقرمشة وجميلة جدا، مقرمشة من جوه وحلوة جدا ومستوية وجميلة. وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.